وأهل التوحيد الخلص أهل قوة في القلب وثباتا في المواقف وثقة بالله، تحوطهم عناية الله وتكلأهم عينه، فهم في قوة بإيمانية صادقة لا يعتريها نقص ولا ضعف. الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر حين يلتبس الأمر على الناس ولا يميزون بين العالم والجاهل لشدة جهلهم، فيتخذون الجاهل رأسا ويسألونه في أمر دينهم، والنتيجة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم ضلوا في أنفسهم ونشروا الضلال في الناس. وتأمل هذا الأمر في حديث الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، وهذا يدل على أن الأمر كان ملتبسا على هؤلاء الذين سئلوا، فلم يميزوا بين العالم والراهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. وهذا نتيجة اللجوء إلى الجهال واستفتاؤهم. أريق الدم بسبب الجهل، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون